هذه إذاعة إرنا. مرحبا بكم إلى برنامج هذا اليوم الأربعاء 21 من أغسطس، وفيه نقدم لكم سادتي حلقة جديدة في برنامج متابعات تتابعون من خلاله التوقيع على الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان. لكن قبل هذا ندعوكم سادتي لمتابعة نشرتنا الإخبارية، هذه مقدمتها. لزيادة أعباء المعيشة على كاهل المواطن، هيئة الكهرباء الإريترية تشرع في إدخال طرق جديدة مدعومة بالكمبيوتر لجمع مستحقات الفواتير. وسط تكهنات بمقاطعة مهرجانات التسول بالداخل، رئيس نظام أسمرة يفتتح مهرجان إريتريا لعام 2019 والتوقيع النهائي على الإعلان الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان. كانت تلكم سادتي مقدمة النشرة، وإليكمها بالتفصيل مع أحمد شريف. هذه إذاعة إرنا. في خطوة متعمدة من نظام أسمرة وإمعانا منه في التضييق أكثر على حياة المواطن وانتزاع لقمة العيش العدمية من فمه، أعلن النظام أن هيئة الكهرباء الإريترية بصدد إدخال طرق جديدة مدعومة بالكمبيوتر لجمع مستحقات فاتورة الكهرباء. جاء هذا التصريح الناقم في طي مقابلة أجرتها وسائل إعلام النظام قبل أيام مع المدير التنفيذي لفرع التجارة، التي أكد فيها تخبط العمل في هيئة الكهرباء الإريترية، وأن تراكم المستحقات لدى المستهلكين جاءت لقصور عمل الهيئة التي يتولى إدارتها من ليس له الكفاءة، حيث يتصدر مهامها كل من ينفذ تعليمات مكتب الرئيس، كما تشير مصادر مطلعة لإذاعة إرنا الدولية. ووفقا لما ورد في حديث المدير التنفيذي لفرع التجارة الذي يمثل سلطة اسمية لدى هيئة الكهرباء الإريترية، فإن العمل ببرامج وطرق جديدة مدعومة بالكمبيوتر ستمكن المستخدم والعميل من قراءة العداد بنفسه ودفع المستحقات الشهرية، علما بأن خدمات الكمبيوتر والإنترنت لا توجد بالشكل الذي يمكن العملاء من استخدامها في الحياة العادية، فضلا عن استخدامها لقراءة العداد ومن ثم دفع المستحقات الثقيلة. وتفيد المصادر العليمة بأساليب نظام أسمرة أن البرنامج المعلن عنه من قبل المدير التنفيذي لهيئة الكهرباء بشأن الأسلوب الجديد، الهدف منه هو إضافة مستحقات في غياب خدمات مزعومة تحت استخدام تكنولوجيا حديثة غير موجودة أصلا، ومن ثم فرض غرامة إضافية تحت مزاعم تعطيل الأجهزة وغيرها من الأساليب غير الإدارية وغير العملية. جدير بالذكر أن خدمات الكهرباء متقطعة باستمرار، فضلا عن خدمات الإنترنت غير الموجودة بالمرة حتى في العاصمة أسمرة. أنباؤنا هذه سادتي تأتيكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ضمن سياسة الإلهاء الوطني واستمرار لمنهجية التسول وإفراغ جيب المواطن المنهك التي ينتهجها نظام أسمرة، تم يوم السبت الماضي 16 من أغسطس الجاري افتتاح مهرجان إريتريا السنوي في ظل ظروف معيشية مزرية لم تشهدها إريتريا من قبل. افتتح المهرجان تحت شعار ثقافة الثبات على الصمود، الذي لا يختلف عن شعارات سابقة ظلت ترفع على منصات ولوحات معرض الإكسبو سنويا، في غياب تام لمضمون وواقعية الشعارات في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية. وكالعادة شوهد رئيس النظام إسياس أفورقي وهو يقص شريط الافتتاح وسط غياب تام لأهمية المهرجان ومخرجاته من جهة، وتكهنات بتضاؤل تعداد زوار المهرجان من الداخل أو الخارج، على غرار ما ظلت تشهده المهرجانات السنوية خلال السنوات القليلة الماضية من ناحية أخرى. وتأكيدا على إفراغ المهرجانات السنوية من مضمونها الثقافي والفلكلوري والاقتصادي كمحصلة معلومة لما تعيشه إريتريا من أوضاع سيئة للغاية، لم تتضمن فعاليات المهرجان غير تلك الأنشطة المعتادة التي ملها الشعب من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت تضيف على كاهل المواطن أعباء مالية عالية، حيث يقام المهرجان على ريع المحال التجارية التي
تفرض على التجار وأصحاب المحال التجارية لاستئجارها بأسعار عالية وفقا لمساحة المعرض أو الخيمة التي يقوم باستئجارها، هذا فضلا عن الزيادات التي تضاف إلى سعر المتر الواحد باسم خدمات الكهرباء والمياه غير المتوفرة أصلا، بالإضافة إلى الغرامات التي تفرض عليه لمخالفات يتم اختلاقها من جهات غير مختصة بأنشطة المهرجان. هذا وستكون أجنحة المهرجان متاحة ل6 أيام فقط، بعد أن كانت الفعاليات في السابق تستمر لقرابة 3 أسابيع، وشيئا فشيئا بدأت تتراجع أيامها إلى أن وصلت إلى أقل من أسبوع، تأكيدا على عدم اهتمام المواطن بأنشطة المهرجان وفعالياته التي أصبحت لا تعني له شيئا غير أعباءها التي أشار إليها هذا الخبر. النبأ الأخير في هذه النشرة: شهدت الخرطوم يوم السبت الماضي 17 من أغسطس الجاري التوقيع النهائي على الاتفاق الانتقالي في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. حضر مناسبة التوقيع على الاتفاق المذكور رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد، ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سيلفا كير ميارديت، ورئيس جمهورية تشاد إدريس دبي، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس جمهورية كينيا، ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية فنلندا مبعوث الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن دول الخليج، وكذلك مندوب البعثات الدبلوماسية لدى السودان. قدمت في مناسبة التوقيع الكلمات الرسمية، حيث ألقى كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني وعن إعلان قوى الحرية والتغيير كذلك، وعدد من الرؤساء والوزراء والوفود المشاركة. بدوره ألقى الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي كلمة جدد فيها ترحيب حزبه بالاتفاق، ودعا إلى فتح مجال المشاركة للجميع، كما قدمت أوسمة من الطبقات العليا في توسيم للوسيطين الإثيوبي والإفريقي. لمزيد من إلقاء الضوء والمتابعة حول التوقيع على الاتفاق الانتقالي في السودان، تابعوا البرنامج الذي سيأتيكم بعد فاصل غنائي من هذه الفترة. انتهت النشرة. السلام عليكم. هذه إذاعة إرنا. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات. في هذه الحلقة سادتي نتابع موضوعا سياسيا في السودان، وهو التوقيع على الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسط حضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية ومندوب الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى السودان. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج متابعات. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، في واحدة من لقاءات وتغطيات إذاعة إرنا الدولية مع المتخصصين والأكاديميين والسياسيين، كنا قد التقينا قبل فترة بالدكتور عادل القصاص أثناء احتفالات السودان بعيد استقلاله الستيني. طرحنا عليه سؤالا مفاده: السودان في احتفاله بالذكرى 60 أين يقف من شعار الاستقلال نهاية تاريخ وبداية مستقبل؟ في إجابته قال الدكتور عادل القصاص: أود توخيا للدقة واعتمادا على النتائج الموضوعية لحالة السودان أن أقترح تعديل هذا الشعار إلى الاستقلال نهاية مرحلة وبداية مرحلة، فالصيغة التي تفضلت بها كما يقول قد تتضمن وقوع نمو أو تطور اطلعت وتطلع به الدول المستقلة، السودان في هذه الحالة، لتتبين آثاره الإيجابية على المجتمع، وهو ما أرى أنه لم يحدث على الإطلاق في السودان، بل أزعم كما يقول الدكتور أو قال من قبل أن الذي حدث على أكثر من صعيد هو العكس. فإذا كان المعنى أو المحتوى النموذجي مفهوم الاستقلال بمعنى استقلال الإرادة السياسية والاقتصادية والثقافية لصالح البناء والإنماء المحليين، فإن هذا لم يتحقق على أي مستوى.
وحتى مستوى تغيير السلطة، أي انتقالها من حكم المستعمر المباشر إلى حكم القيادات السياسية المحلية، لم يتم إلا على مستوى شكلي، حيث إن من خلف الاستعمار من القيادات الاستقلالية الشمالية المركزية لم يكونوا سوى وكلائه المحليين. وأشار الدكتور عادل في إفادته قائلا: من الثابت أن جميع الأنظمة السياسية الشمالية المركزية التي تعاقبت على السلطة في السودان بعد الخروج المباشر للمستعمر ساهمت في التدهور المضطرد للواقع العام فيه. حتى الكثير من البنيات الاقتصادية إن لم يكن كلها التي أنشأها المستعمر لأجل مصالحه، هو بالأساس ليس أو لم يتم تطويرها فحسب، بل لم تتم المحافظة عليها كما هي. خذ مثلا كما يقول مشروع الجزيرة، هذا الذي جعل السودان أحد أهم مصدري إن لم يكن أهم مصدر على الإطلاق للقطن طويل التيلة في العالم. وقل أين هو الآن؟ خذ مثلا مشاريع تصدير الصمغ العربي، السمسم، الفول السوداني، الماشية، وقل لي أين هي الآن؟ خذ مثلا فحسب شبكة المواصلات العامة متمثلة في خطوط السكة حديد وخطوط الترام، وقل لي أين هي الآن؟ أما إذا نظرت إلى واقع الخدمات الصحية، التعليم، الخدمات الاجتماعية والثقافية على نحو عام، فحدث ولا حرج كما يقال في حديث الدكتور عادل القصاص. إن جميع هذه البنيات وغيرها طبعا لن تنهار الآن أي في العهد الذي ولى، وإنما ظلت تتآكل خلال حكم جميع الأنظمة السياسية الشمالية المركزية. وإن كان معدل التدهور في عهد النظام الراهن، ساعتها كان نظام الإنقاذ، أسرع بكثير من عهود الأنظمة التي سبقته. فهل بعد هذا كما يرى الدكتور القصاص ما حدث هو أن الاستقلال كان بداية عودة من قمع سياسي داخلي ذي درجات وأشكال مختلفة من نظام إلى آخر وأنماط متباينة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ هكذا تساءل الدكتور في تلك المقابلة، والسودان لم يدخل بعد مرحلة جديدة. نكتفي بهذا الجزء المقتبس من إفادات الدكتور عادل القصاص الذي أجري معه قبل 3 سنوات إلا قليلا. كونوا معنا في هذه الحلقة لنتابع الحدث الأخير الذي ولجه السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع، وتأكيدا على ذلك فقد عاد السودان إلى مربع الثورة ضد الظلم وتفرد العسكر بالسلطة، ورفضا للحال التي وصل إليها السودان، حيث كنا قد أشرنا في واحدة من برامجنا سادتي دوافع ثورة الشارع في ديسمبر من العام الفائت 2018 بالقول: نعم، هذه المرة خرج الشارع السوداني صارخا في وجه حكومة بلغت من الكبر عتية. قالوا إنها ضيقت عليهم أحلامهم وأمانيهم الطوال، بل وعرضت كرامتهم في سوق المزاد، علنية كانت أو سرية، كما سخرت مقدرات البلاد والعباد لأجال وأسماء ومشاريع لا ناقة للشعب فيها ولا بيضة، محارق ومزالق لم يعرفها العقل السوداني من قبل، وتصارعت مآلات المكايدات السياسية والمصالح الدنيوية والتخبطات الدينية، حتى أوشكت تلك الرياح أن تعصف بالسفينة ومن تبقى من ربانها، ذاك رغم الهبات والمنن من ذوي المكرمات والمصالح وقادة المطامح الذاتية التي لم تحفظ للسودان وشعبه لا طعاما من جوع ولا أمنا من خوف، مكرمات ومنح لم تسمن من صبر سياسي ولم تغني من نعم مفتقدة لعامة الشعب. وكنا قد أشرنا سادتي من قبل بالقول: والحال هكذا، فمن يقول بأن المال العام تخم في جيوب الأفراد حتى بلغ أرقاما خيالية سيما لدى الكبار رجالات الدولة، وأن رائحة ذاك الحرام وأخاه المشتبه وابن أخيها الذي لا نعرف له مسمى تفوح داخل القطر المنكوب وخارج البلد المسروق،
وعامة الناس يتكففون مسغبة وشحا حتى في الماء والكلى، ونهر النيل يجري تحت أقدامهم. لهذا وذاك فك الشارع السوداني عقالاته الحزبية وولاءاته الدينية بعد أن كبلته ردحا من الزمن وقعدت به فوق آلامه يذم الدهر ويمني القدر. 30 عاما إلا قليلا شهد السودان فيها ترقيعات هنا وتعديلات هناك ومعالجات وإصلاحات، كلها لم تحفظ للسودان غير اسم تهاوت سماته الشامخة وسماه المميزة ووجوده العالمي، وأوشكت ألا تبقي له رسما على الأرض بل وحتى الخيال. تراجعات سادتي في كل المضارب حتى ذهب ثلثه في خطوة قيل عنها إنها ستوقف نزيفه وتصلح شرايينه المعطوبة بعد أن قطعتها آليات حرب ضروس استعر لهيبها أكثر من نصف قرن. هتكت أعراضه احترابات دامية، فأخذت في جلابيبها الولدان والوالدين وربات الخلاخل، ولم يمضي على العملية التي اجتزت ثلثه الباسم سنوات حتى انكسر الرتق وانفرط العقد وانهمر نزيف الوطن مؤامرة بأخرى خارجية ونكاية بعصاية داخلية من قبل أطراف متنفذة، تعميقا للأسافين التي ضربت بين الناس حتى أوقعت مزيدا من أمراض الشقاق بين الإخوة، مرة باسم القبيلة وأخرى باسم الجمهورية والجهوية وثالثة باسم المحاصصة، وما أدراك ما المحاصصة. إنها توزيع السلطة والثورة الضيزة في واقع أقرب إلى أن يكون افتراضيا، وانشغل الكل بملء بطنه لا عقله حتى نحل جسم الوطن السودان وجف عوده وهجرت أطياره ونداماه. عاد الحبيب مغفرا أجرد من كل خضرة وأغبر من كل نضرة، ذلك بعد أن كان مصلا ودواء لأدواء وأمراض سياسية لدول جواره وابن السبيل، وعيناه المتراميتان إنقاذا وملاذا للمشردين والمهجرين. خلال عقود الثلاث لحكومة الإنقاذ التي ولت، فقد السودان سادتي شموخه وهيبته ولاءاته الثلاث، نزع منه مقوده في تعمير الأرض والعقل حيثما أقام بين الناس الجهل والمسغبة. كان السودان قديما كل العسر لمن أعسره الدهر وخذله، السودان الذي نمى العقل وغرس الحب وطابب الجوى وانتشل اقتصاد خضر العيون في زمن المساغب والمواجع لبلاد الفرنجة والعربان، لكن بفعل النكبات السياسية والترديات الأخلاقية والاحترابات البينية وكذلك أصبح السودان سادتي نعم يئن من مئات لاءات أو تزيد. كانت لاءاته الثلاث في أزمنة النكسات والهزائم شامخة كالطود، ليس حلا لمعضلة سياسية سودانية ولكن لأمته العربية والإسلامية. حينما ضاقت الأرض السياسية بما رحبت بين الإخوة الأشقاء الأعداء، كانت الخرطوم الشعب والوطن بلاءاته الثلاث، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، شاهدة باصرة، كانت فتحا سياسيا لمن استحال رتقه واستدام مطاله. ولما داول الله الأيام بين أهل السودان حكاما ومحكومين، عاد السودان الحبيب متأبطا أحمالا وأحمالا وقناطيرا من الأنين والمواجع. هكذا وضع مريع كان منطقيا سادتي أن يلهب إنسان السودان لينطلق على وجهه إلى الشارع. هذه إذاعة إرنا. فذاك هو آخر ما تبقى للوطن البسيط من خزائن السودان العظيم، خرج دون ما تعليمات من قيادات حزبية أو إرشاد ديني أو توجيه تكنوقراطي، هب كافرا بكل صوت حزبي أو لون سياسي، حتى أغلب المتربصين في دهاليز الأحزاب السياسية التقليدية، سيما أولئك الذين يتحينون فرص هباته عبر التاريخ، أي هباته عبر التاريخ، لينعموا على محراب تضحياته على غرار ما أفرزته ثورتا أكتوبر 64 وثورة 85 ضد النميري رحمهم الله. وبعد نضالات وثبات على المبدأ
سيداتي سادتي من قبل الثوار جيل هذا القرن شبابا من الذكور والإناث، وتقديم تضحيات وجولات ومفاوضات بين العسكر المتشبث بالسلطة وجمهور من الشعب السوداني الأعزل. بالأمس السبت 17 من أغسطس الجاري دخل السودان العظيم بتاريخه ومستقبله منعطفا سياسيا جديدا لم يشهده من قبل، بل لم يتوقعه حتى فقهاء السياسة، أن يغيب عن المشهد السياسي تماما. تغيب الأحزاب السياسية التقليدية السودانية المعروفة، ما يعني أن السودان بالفعل ولج مرحلة تاريخية حديثة. ليس هذا فحسب، بل وضع بصوته وإرادته تمكن الشعب السوداني، نستطيع القول أنه وضع بدايات لكوابح أمام شهوة الجيش والعسكر للانفراد بالحكم، بل حتى أن مشاركتهم في المستقبل أي العسكر والجيش قد لا تتجاوز مهمة الدفاع عن حدود وأمن واستقرار السودان من التدخلات الخارجية، إذا ما استمر الوضع السياسي بهذا الشكل الذي أفرزته مرحلة الثورة الأخيرة، واستمر الشعب في يقظته وصبره ومتابعته. وسط كم من هائل من التساؤلات والاستفهامات عزيزي المستمع، فقد شهدت الخرطوم كما قلنا بالأمس السبت حدثا فريدا وقعت فيه بالأحرف الواضحة على الاتفاق الانتقالي في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسط حضور وشهادة دولية وإقليمية. وفي متابعة للحدث فقد رحب بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بإبرام الاتفاق الانتقالي في السودان. قال البيان إن الاتحاد الأوروبي حضر في الخرطوم حفل اختتام الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في السودان، مشيرا إلى أنه كتعبير عن الدعم السياسي القوي وقع عدد من الشركاء الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية الانتقالية كشهود. وأوضح أن إبرام هذا الاتفاق هو نتيجة لمفاوضات طويلة بين جميع الأطراف بمشاركة قوى من الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، وتمثل تلك المرحلة علامة فارقة مهمة للسودان في طريقه نحو السلام والديمقراطية والازدهار. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعاته إلى الدخول في مناقشات مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بشأن أولوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا السياق. بدوره رأى تجمع المهنيين السودانيين، وهو واحد من أبرز مكونات الحرية والتغيير، قال متحدثا باسمه: ما حدث هو اتفاق على إطار قانوني ووثيقة دستورية ينبغي أن تحكم البلاد في الفترة الانتقالية. هذه الوثيقة تحدد مستويات السلطة والسلطات وكمية درجة الرقابة بينها وبقية القوانين، وهذا اتفاق قانوني ينبغي الالتزام به. وأضاف أن هذه الفترة تمثل فترة انتقالية هي فترة تنفيذ برنامج إصلاحي وإسعافي للوطن والسودان، وهذا البرنامج الإصلاحي يتضمن إصلاح كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية ذاتها، حتى نستطيع الخروج خلال الثلاث سنوات القادمة، إخراج البندقية من العمل السياسي للأبد، وتحقيق السلام العادل والمستدام، ووضع قواعد عادلة للعبة السياسية، ويكون العمل السلمي هو الأداة الوحيدة المتاحة لكل السودانيين في كل مناطق السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بدورها سادتي رحبت الخارجية الأمريكية بتوقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واصفة إياه بالخطوة المهمة إلى الأمام. وفي بيان قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي وتعيين رئيس وزراء في أغسطس الجاري. من جانبه صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي بأن الاتفاق هو اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة
للسودان يقف على عتبة مستقبل أفضل لأبنائه بعيدا عن أي مؤثرات تستهدف وحدة شعبه. أما رئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد الذي بذل جهودا مضنية تحت مظلة دعم الاتحاد الإفريقي للمفاوضات بين الأطراف السودانية، قال: الطريق إلى الديمقراطية في السودان قد بدأ، وصيتي لشعب السودان أن يكونوا حفظة للسلام. ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية بدوره أدلى بهذا التصريح قائلا: السودان يشهد اليوم مرحلة جديدة في حاضره يخطو بها بثقة نحو المستقبل. وأضاف: نؤكد العهد والعزم على أن تشهد المرحلة المقبلة من علاقات مصر والسودان طفرة غير مسبوقة. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من جانبه قال: الاتفاق جاء تعبيرا عن إرادة الشعب ونخبته للتصدي لكل التحديات. مستقبل السودان الجديد مرهون بإشراك واحترام الجميع. وعلق الوسيط الإفريقي في السودان بقوله: الاتفاق يؤكد أن إفريقيا قادرة على حل مشكلاتها. من جانبه هنأ الأمين العام للأمم المتحدة الشعب السوداني بمناسبة التوقيع على الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في جمهورية السودان، وأشاد بدور الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا تحديدا في التوسط في المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم. ويتطلع الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالي ودعمها، ويجدد التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال لسعيها في تحقيق تطلعات شعب السودان الطويلة الأمد في الديمقراطية والسلام، مؤكدا على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان ووضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع. هذه إذاعة إرنا. سيداتي سادتي، كنتم مع حلقة في برنامج متابعات، وفيها تابعنا التوقيع على الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وسط حضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية ومندوبي الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى السودان. كان معكم في الإعداد والمتابعة والتقديم محدثكم أحمد شريف، والزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون في الهندسة الإذاعية والإخراج. دمتم ودام السودان عزيزا كريما، وإلى اللقاء. هذه إذاعة إرنا.